بإذن الله هقول لكم على سر أقوى خطة في إي فوتبول 2026 بعد التحديث، وهقول لك على الأخطاء الشائعة اللي أغلبية الناس كلها بتقع فيها. تمام، وإيه هي التكتيكات والحاجات اللي أنت لازم تعملها بالظبط. كل ده هتشوفه معايا في فيديو النهارده بإذن الله. قبل ما نبدأ يا برو ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتعمل لايك وتثبت نفسك في الكومنتات. عايزين نوصل 1000 مشترك عشان شحنة هدية ال1000 مشترك شحنة 12800 كوين بإذن الله. بس كده يا برو ما اطولش عليكم ولا بدنا نبدأ. أول حاجة، انتوا شايفين الخطة اللي قدامكم دي 4-2-1-3. تمام. أول حاجة بقى والأخطاء اللي كله بيقع فيها واللي انت ما تعرفهاش، اللي هو ممكن مثلا ايه تكون انت بتلعب بخطة 4-1-2-3 كده. تمام. وتيجي مثلا تشوف اي فيديو على اليوتيوب، واحد بيشرح خطة واحد بيقول خطة، تمام، وتيجي انت الخطة بتاعتك تروح هوب دايس هنا ومعدل ده جايب هنا وجايبه هنا وهنا وتعمل كده اهو. بقت هي الخطة اهي اهو. ما ينفعش. الفكرة يعني كل تشكيلة وبتكون لها تكتيك، كل خطة وبتكون لها تكتيك. تمام. ايه انسب خطة بقى اللي انا بقول لك عليها بقى دي؟ هتيجي هنا كده هتدوس على المدرب. تمام. وهتدوس هنا كده على الخطط. ماشي. انسب تشكيلة للتكتيك اللي انا هقول لك عليه دلوقتي هي 4-3-1-2. زي ما انتوا شايفين الخطة دي. ليه بقى الخطة دي؟ الخطة دي فيها 3 نص ملعب وفيها ايه 2 راس حربة وواحد ايه وواحد صانع العاب. تمام. احنا بقى طبعا كل اللي احنا هنعمله هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح جايين دايسين هنا، طبعا هنحرك اللعيبة، هنطلع ده هنا كده هنخليه اس اس، هنجيب الاي ام اف بتاعنا هنا. تمام. ونجيب دول كده. بقت الخطة زي ما انتوا شايفين. اللي اهم من كده بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ اهم حاجة، يعني سواء بقى انت مثلا عايز تلعب باي 4 دفاع كده، هتجيب واحد من الباكات هتجيبه دفاع. ماشي. عايز تلعب بيه برضه ار بي زي ما هو مفيش مشكلة، عادي. اه. تمام. طبعا ده احنا بنلعب بظهير دستورير. ماشي. يبقى معاك ظهير دستورير او ظهير دفاعي. طب انت معكش ظهير دفاعي او معكش ظهير دستورير. تمام. وعندك التاني هنا ده فول باك فينيشر، ده اوفنسيف فول باك. تمام. ده برضه ظهير مهاجم. طيب هتروح جاي على كابولي هنا كده، وهتروح جاي ايه عاطي تعليمات دفاعية، هتيجي على الديفنسيف هنا كده اهو او الدفاع، وهتروح محدده. انا محدد ده ومحدد ده الدستروير. تمام. يعني انا مخلي ده يرجع ومخلي ده يرجع كده، انت بتلعب باربع دفاع ورا. تمام. ودي حاجة يعني انت كده دفاعك متكامل 100%. ماشي. هتيجي بعد كده بقى طبعا ايه لاسلوب اللعب. لونج بول كونتر هو احسن اسلوب لعب حاليا في فوتبول. بعد التحديث هو احسن اسلوب، احسن من الكويك كونتر والاوت وايد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والبوزيشن جيم والكلام ده كله. طبعا كل واحد ايه بيختلف اسلوب لعبه من واحد للتاني. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والخطه اللي انا بقول لك عليها بقى دي هتنفع مع الكل. طيب هنيجي بعد كده للدفاع. الدفاع لازم يكون عندك واحد بستايل البيلد اب. تمام. والتاني دستروير. هيجي حد يقول لك لا يا عم مش لازم، ولا كل الكلام اللي احنا بنسمعه ده، او انت ايه تقول لا مش شرط، عادي ممكن العب باتنين دستورير احسن، بلعب باتنين بيلد اب مفيش مشكله. لا، خلي في علمك تفرق جامد جدا 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 معاك. بتفرق في ايه بقى؟ انت عندك البيلد اب اوقات بيطلع قوي، اوقات كتيره بيطلع وبيهاجم. البيلد اب بتبص تلاقيه طلع بيطلع، بيطلع يبني الهجمه وبيطلع معاك لحد نص الملعب هنا. الدستورير بيفضل في مكانه زي ما هو. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم يكون معاك واحد بيلد اب والتاني دستورير. هنيجي بعد كده لنص الملعب. نص الملعب، طيب لو انت عايز تعمل لينك اب اللي هو بتاع كابيلو ما بين الدي ام اف والسي اف اللي هو المهاجم بتاعك، عادي ممكن تجيب واحد اوركستريتور تحطه هنا طبعا وايه
وتعمل اللينك اب كده اهو. هتعمل اللينك اب، اصبح كده اللينك اب شغال معاك 10 على 10. طيب انت مش عايز تلعب باللينك اب واللينك اب ده مش هيفرق معاك، هتعمل ايه؟ وده الاحسن يعني اللي انا بعمله. هتجيب ايه؟ عندك دستورير اهو، تجيب واحد دي ام اف دستروير، تمام. يعني اهم حاجه تكون طاقات الدفاع بتاعته حلوه ويكون سريع. زي ما انت شايف كده انا معايا جاتوزو بأمانة الله اسطوره. عندك الوعي الدفاعي 98، التاكلينج 99، اجريشن 100، انجيجمنت 99، سبيد 93، اكسلريشن 90. تمام. فده الاحسن يعني تكون بتلعب بايه؟ بدستورير سريع، وهو عامه اغلبيه الدستورير سريع بيكونوا يعني السرعه عندهم بتكون عاليه. تمام. هتيجي بقى بعد كده للي جنبه، وهو لازم يكون انكور مان. لازم يكون انكور مان. اللاعب الانكور مان ده او لاعب الارتكاز، هو ده نقطة الفريق اللي هو اللي فريقك بيتسند عليها، نقطة القوة اللي فريقك بيتسند عليها. تمام. زي ما انت شايفين كده احنا معانا رودري، طاقات الدفاع بتاعته جميلة قوي، وعندك السرعة مش احسن حاجة. بس بالنسبة للسرعة في الانكور مان مش هتفرق معانا قوي. مش هتفرق معانا ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي. بص يا برو، هتيجي هنا كده هتدوس على المدرب وتدوس على تعليمات فردية. تمام. وهتيجي هنا بقى كده ايه؟ في الديفensive 1 هتروح جاي دايس كده اهو، وهتعملها ديب لاين او خط دفاعي عميق. تمام. هتعملها ديب لاين كده. انت اعطيت لرودري او للاعب الانكور مان اللي عندك، اعطيت له تعليمات اللي هو مش هيطلع بره نص الملعب. يعني رودري ده كده هتلاقيه عندك على طول دايما في الحتت دي كده. هتلاقيه ايه؟ بينزل معاك هنا للدفاع، هتلاقيه بيلعب كانه قلب دفاع، كانك بتلعب بايه؟ بخمسه دفاع، وهيطلع معاك نص الملعب، هيبني معاك الهجمه، وهيقطع معاك الكور بتاع الخصم لما يكون فيه مرتدات وكلام من ده كله. وطبعا عندك هنا الدستورير هيطلع معاك لحد المنطقه وهيرجع، يعني هيدافع وهيهاجم معاك. ولو اوركستريتور او بوكس تو بوكس برضه هيعمل نفس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. يعني سواء احنا دلوقتي مثلا ايه في التبديلات، لو الاسهم مش احسن حاجه، احنا معانا تونالي، تمام، او اي نسخه لحد بوكس تو بوكس. بوكس تو بوكس انا عامل له تطويره خاصه. عندك الدفاع زي ما انت شايف كده، الدفاع جميل، قصدي الهجوم سوري. الهجوم زي ما انت شايف كده، بول كنترول ودريبل وتايب بوزيشن ولو باس ولوفتد باس، كلهم حاجه حلوه قوي. عندك الدفاع وعي هجومي 90، تاكلينج 89، اجريشن 92، انجيجمنت 91، والسرعه مخلينها 90، والكيكنج باور 92، والستامينا 96، بحيث اللي هو هيشوط معاك كور على الجون، هينهي معاك الهجمه، هيباصي معاك، هيعمل معاك كل الكلام ده. عندك ده كده ايه؟ دي النسخه البوكس تو بوكس. تمام. طيب انت مثلا ايه؟ هتبدل الدستورير اللي قلنا عليه ده، هتخليك بقى ايه؟ في اوركستريتور. طبعا لو عايز تعمل لينك اب لازم تكون بتلعب بلاعب اوركستريتور. احنا معانا تشابي الونسو اوركستريتور زي ما انتم شايفين كده، عنده طاقات هجوميه كويسه نوعا ما. تمام. بالنسبه لانهاء الهجمه هو ضعيف شويه، بس يعني بالنسبه للكور، تشابي الونسو رجله بنت كلب، رجله سم، ما بيحلش. والسرعه 83. بس يعني احسن حاجه زي ما قلت لك، تمام، يكون لاعب دستروير جنب لاعب انكر مان. دي اهم نقطه. قبل ما نخش في اللي بعد كده، لو وصلت معانا في الفيديو لحد هنا وما عملتش اشتراك فيعني عيب قوي يا رجاله. احنا لسه امبارح كنا لسه عاملين السحب على 200 مشترك، حاجه ما فيش ولا يوتيوبر حرفيا عملها في التاريخ. عملت سحب على حساب الريت بتاعه 355. وامبارح بمناسبة وصولنا ل 200 مشترك، وحمزة من المغرب هو اللي فاز معانا، وانا عملت السحب في اللايف، وكل حاجة كانت قدام الجميع في اللايف عشان وايه، وكل حاجة كانت بنزاهة كاملة. وجيميناي او الذكاء الاصطناعي هو اللي اختار معانا الفايز. تمام. فلو وصلت معانا لحد هنا برو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، وتحط اللايك، وتثبت نفسك في الكومنتات علشان سحب ال1000 مشترك بإذن الله يكون شحنة 12800 كوين، وهختار حد من الكومنتات. بس كده يا برو، ونرجع للفيديو بتاعنا. طيب هنيجي هنا بقى ايه؟ للاي ام اف. بالنسبة للاي ام اف انت عندك خيارين، يا اما تلعب بواحد كرييتيف بلاي ميكر، تمام، او هول بلاير. يعني تلعب بواحد
يا اما بول بلاير يا اما كرييتيف بلاي ميكر. طيب انا بلعب بكرييتيف بلاي ميكر لسبب واحد، عشان انا ما معيش لاعب هول بلاير عنده وعي هجومي عالي. يعني انا في معايا حساب تاني في بلاتيني وكده، ده طبعا اساسي عندك، ده هو البلاير ابراهيم دياز، اهو بيلعب في كل حاجه، عندك وعي هجومي 83، الفينش بتاعه 83 قليل شويه، وايه سرعه يعني نسخه على قدها برضه مش احسن حاجه. فانا معايا روي كوستا هنا، النسخه دي 106 على فكره، بس انا عامل لها تطويره خاصه. تمام، لو عايزين التطويرات قولوا لي عليها هنزلها لكم في المنتدى. عندك الوعي الهجومي هنا مش احسن حاجه، بس انت هنا عندك فينش 92. تمام، فينش 92 وكيرل 91، وعندك سرعه وتسارع وكيكنج باور يعتبر تسعينات. تمام، وتقاتل هجوميه زي ما انتم شايفين كده متكامله. التطويره دي تطويره خاصه بتظبط كل حاجه حرفيا. روي كوستا النسخه دي بص رهيبه رهيبه رهيبه. ده بالنسبه لمركز صانع الالعاب او الاي ام اف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنيجي بقى بعد كده لمركز الاس اس، ودي اهم نقطة هقول لك عليها. اهم نقطة هقول لك عليها وركز معايا قوي في الحتة اللي انا اقول لك عليها دي. بص، انت هتلعب هنا بالاس اس، احنا في اساليب لعب كتيرة قوي بتكون في الاس اس بتكون جميلة. تمام، بس احسن اسلوب تلعب بيه في الاس اس هو الكلاسيكي نمبر 10. تمام، كلاسيك نمبر 10 او كلاسيكي رقم 10، مش فارقة كتير. هقول لك بقى ليه. بعد التحديث الأخير ده بقى الأسلوب اللعب اللي هو بتاع كلاسيكا رقم 10 ده بقى بيفضل ثابت فوق، ما بيتحركش من هنا كده، بيفضل ثابت في منطقة ال 18. آخره يوم ما بينزل معاك بينزل لحد نص الملعب، وما بينزلش معاك أكتر من كده. تمام، فأنت تخليه كلاسيكي رقم 10. ليه بقى؟ لأن كلاسيكي رقم 10 أنت لما بتيجي تبني الهجمة، هو هنا احنا بنلعبه اس 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 هنا مهاجم وهمي. تمام، مهاجم الوهمي بقى ده بتكون وظيفته ايه بالظبط؟ بتكون وظيفة المهاجم الوهمي اللي هو بيسحب المدافعين معاه. يعني انت لما تيجي انت واخد بالك هتبص تلاقيه هو بيسحب معاك هنا، بيسحب معاك هنا، بيسحب المدافعين معاه. تمام، وبيفتح مساحة للمهاجمين الاثنين. تمام، طيب انت بقى ما معكش مثلا ايه، ما معكش حد بيلعب بستايل الكلاسيكي رقم 10. انت لو معاك دييجو مارادونا او ريفالدو النسخة دي، او بلاتيني النسخه الاخيره اللي هي بتوصل 107 نازل برضه باسلوب الكلاسيكي رقم 10، ايا كان بقى اللاعب اللي معاك اللي بيلعب بايه، اللي اسلوب لعبه كلاسيكي رقم 10 هتحطه في الاس اس معاك. طب انت ما معكش لاعب اس اس، تمام، هنعمل ايه؟ احنا مثلا كده جبنا مارادونا اهو، ماشي، مارادونا كرييتيف بلاي ميكر ولا بانه ديب لاين فورورد؟ مارادونا ديب لاينج فورورد. تمام، ده بالنسبه لمارادونا. طيب احنا عايزين نخلي المهاجم الوهمي، احنا دلوقتي ما معناش لاعب كلاسيكي. تمام، وعايزين نخلي المهاجم الوهمي بتاعنا يفضل ثابت فوق في منطقة ال 18، او ما ينزلش تحت نص الملعب، بحيث اللي هو يقوم بوظيفته اللي هي اساسها ايه؟ اساسها اللي هو يسحب المهاجمين معاه ويفضي مساحة للمهاجم، يفضي مساحة للمهاجم. تمام، هتعمل ايه بقى يا برو؟ هتيجي كده تروح دافع عن المدرب وتخش على تعليمات فردية، وهتيجي هنا كده تخش على الأخيرة هتخليها كونتر تارجت أو هجمة عكسية، هتعمل الهجمة العكسية هنا على الاس اس. تمام، كده انت عملت الهجمة العكسية على الاس اس، هيفضل ثابت معاك فوق في نص الملعب بتاع الخصم، مش هينزل تحت خالص. تمام، فانا دايما ليه بقى بقول لك الكلاسيكي رقم 10 احسن في الخطة دي؟ هقول لك ليه. لان الكلاسيكي رقم 10 هو بطبيعه حاله هو ثابت فوق في نص الملعب بتاع الخصم، هو موجود في نص الملعب بتاع الخصم على طول عند منطقه ال 18، فهو كده كده مش هينزل. اصبح انت معاك موضوع الكونتر تارجت او الهجمه العكسيه ده هتعمله على المهاجم اللي معاك، على المهاجم الاساسي بتاعك. فاصبح كده انت ما عندكش لاعب واحد بس بيفضل فوق، انت عندك لاعبين اتنين، لاعب بيسند الكوره وبيعمل معاك سروهات لو انت طالع بمرتده. تمام، من الاي ام اف او من الدي ام اف من نص الملعب، هتديها للاف اس هيكون ايه؟ المهاجم سحب، او العكس هتديها للمهاجم هيكون الاس اس سحب معاك.
فدي الفكره اللي انا بقول لك عليها، علشان ايه؟ عشان ان تفرق جامد جدا معاك. بس فده لازم يكون الكلاسيكي معاك بيكون احسن بكتير جدا من اي حاجه. تمام كده، خلصنا مركز الاس اس او المهاجم الوهمي. هنيجي لمركز المهاجم الصريح. تمام، احنا في الخطه دي معانا مهاجمين اتنين. اول اسلوب طبعا معانا هو هيكون لازم يكون جول بوشر. تمام، او اي دي في سترايكر. ماشي، ده طبعا عشان الانجليش امريكان والانجليش بريتش بتفرق بقى في انجلاند بيقول لك جول بوشر، في امريكا سترايكر. تمام، فهي ايا كان لازم يكون اسلوب المهاجم اللي معاك جول بوشر. طبعا احنا معانا اندري تشيفتشينكو، ده مهاجم اسطوري بطريقه رهيبه. هو لعب معانا 420 ماتش، جايب 412 هدف وعامل 97 اسيست. يعني يعتبر ادي عندك قول 100 و412 500، عامل 512 مساهمة في 420 ماتش، ده رقم قياسي. تمام، ده بالنسبة للمهاجم لازم يكون جول بوشر. ولو معاك لاعب كلاسيكي رقم 10، يبقى ايه؟ هتعمل الهجمة العكسية على المهاجم بتاعك زي ما احنا عاملين كده، زي ما انتوا شايفين كده. الدفاع ايه؟ اول واحده في اللي هو في هنا اهو، في التعليمات الهجوميه. طبعا لو التليفون معمول عربي، هتبقى عامل دفاع للظهير معاك، الباك شمال والايه والباك يمين. تمام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتيجي هنا للهجوم اللي هو التاني، هتعمل ايه؟ للدفاع ولا ايه؟ سوري، هتعمل ديب لاين فورورد. هتعمل ديب لاين، بس سوري، هتعمل ديب لاين اهو، او خط دفاع عميق. ماشي، وبالنسبة للأخيرة هتعمل كونتر تارجت على أندري تشيفتشينكو أو أي كان المهاجم اللي معاك إيه. تمام، هنيجي بقى للمهاجم التاني اللي بعد كده. المهاجم هنا إحنا ممكن نلعب بأكتر من أسلوب، بس بلاش يكون بتلعب بمهاجمين جول بوشر جنب بعض. ليه بقى؟ لأن يعني ده هيفتح معاك لما تكون بتلعب، لما تكون بتلعب بأي ستايل تاني غير الجول بوشر جنب الجول بوشر. هيعمل كده ايه؟ زي ما كان كريم بنزيما بيعمل لكريستيانو بالظبط. هتقول لي كان بيعمل له ايه بقى لا مؤاخذه؟ انت طول عمرك بتفكر غلط. انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ اقول لك كان دايما بيستلم منه الكور وبيديها لكريستيانو يوناي. كذلك بقى احنا هنعمل كده بالظبط. احنا معانا بويان كريكيتش. تمام، ده بيلعب باسلوب جناح غزير الانتاج او البروفيك وينجر. ماشي، فهو هنا احنا بنلعب هنا كده بقى، ده كده مهاجم نص طايره. هيروح معاك في كل الحتت دي، وبالذات ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين كمان. ده بالنسبه للمهاجم. عندك هنا بقى تلعب بديب لاينج فورورد. تمام، بروفيك وينجر، حد معاك هول بلاير، حد كرييتيف بلاي ميكر. اهو كرييتيف بلاي ميكر هيلعب اس اس برضه، مش هقول لك لا، سوري، ده انا شايف مش هيلعب. تمام، اي حد. احنا طبعا معانا هنا فان نيستلروي، ده ديب لاينج فورورد. ولا بينه فوكس ان ذا بوكس؟ لا، ده بيلعب بوشر، ده عشان الصايع العرضيات وكده. تمام، عندك ابراهيم دياز هو البلاير. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فانا بحب اخليه بروف كوندر، بحيث اللي هو بيلعب معاك في كل المناطق اللي قدام دي. بس كده يا بروف، دي كانت الخطة. افضل خطة توصل بيها ديفيجن 1 مرتاح. اهم حاجة تعمل التعليمات اللي انا قلت لك عليها دي كويس جدا جدا جدا، وتركز في كل التفاصيل، بحيث اللي هو ايه؟ ما تفوتش اي حاجة. والخطة دي خطة العمالقة وخطة ديفيجن 1. تمام، بس كده يا برو، دي كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة معانا بإذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اثبت نفسك في كومنت عشان السحب زي ما قلت. بس كده يا برو، هي دي نهاية الفيديو معانا. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.